ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. للاسف بقى مسلسل الصفاره خلص حقيقي، بقيت مستني كل مسلسل لاحمد امين. المسلسل بتاع الصفاره مسلسل خفيف كوميدي بيوصل لك فكره معينه، هو عاوز يوصلها لك بس بيوصلها بفرفشه كده عشان يخليك تبقى قاعد مبسوط ومنجذب للي بيحصل. حقيقي المسلسل بيوصل لنا فكره او نصيحه معينه بس بيقدمها في اطار كوميدي عشان الناس ما تحسش ان المسلسل كله بيدي نصايح بس، لا هم هيضحكوا ويهزروا، بس في نفس الوقت هو حط النصيحه في النص والناس هتقتنع بيها جدا. وحقيقي الحلقه الاخيره كانت مبهجه وحقيقي فهمنا كلنا النصيحه. تلخيص بقى مسلسل الصفاره، انا مش هقول لك حلقه حلقه، انا هقول لك شخصيه شخصيه تحول لها شفيق ووجيه طبعا معاه اخوه. اقول لك بقى مميزات الشخصيه وايه الصعاب اللي واجهته خليته يرجع يصفر تاني ويتحول لشخصيه غيرها. ويلا بينا بقى ما نطولش ونبدا في الشخصيه الاولى. في الشخصيه الاولى بقى كان رجل اعمال عنده شركات كتير، هو رئيس مجلس الاداره بتاعها، طبعا شركات سياحه. مميزات الشخصيه دي اللي هي كانت شخصيه ناجحه في شغلها جدا وكان غني جدا، لكن الوحش فيها ان هو دايما كان مدي وقته كله للشغل، ولا كان مدي اهتمام لعيلته ولا اصحابه ولا كل حاجه. لحد اما فعلا كان عيلته ابتدت اللي هو مش مهتمين بيه قوي، بقوا متجاهلينه كانه شخص مش موجود. علاء صاحبه بقى كان مستغل النقطه دي، وكان دايما هو اللي بيخرج عيلته، هو اللي بيهتم بعيلته، هو اللي بيجيب لهم حاجاتهم كلها، فكانوا بيحبوا علاء جدا ومعتبرينه يعتبر ايه، هو الاب الروحي بتاع الاسره، مع ان المفروض شفيق يكون هو اللي موجود مكانه، بس عشان هو فعلا كان مدي كل وقته للشغل فما كانوش بيحبوه. حتى شيرين برضو كانت بتسيبه دايما في الاوضه بتاعته، حتى كانت بتبعد عنه، خلاص كلهم ما بقوش طايقينه، نفسهم اللي هو حتى يديهم من وقته حتى لو جزء صغير، ما يبقاش كل حياته اهتماماته بالشغل. بقى جه في الاخر في اللقطه اللي كانوا كلهم متجمعين فيها وبيتفقوا اللي هم هيخرجوا ويتفسحوا مع بعض وما كانوش عاملين حسابه اصلا ولا كانه كان قاعد معاهم. هو حقيقي في اللقطه دي جه حزن، وحتى واحنا بنتفرج حسيت ان انت ايه متعاطف معاه، لان هي دي المفروض تبقى عيلته، بس هو في الاول كان هو اللي غلطان ومدي للشغل كله وقته. عامه رفيق بقى لما جاب اخره وقرر خلاص انه ينهي الحياه دي وينتقل بقى لشخصيه تانيه ويرجع للحفله تاني. الشخصية التانية هي شخصية نونو المطرب المشهور اللي اتحول لها. حقيقي الصراحة الشخصية كان ليها تحسها مش لايقة على أحمد أمين قوي، بس الصراحة طه دسوقي كان محترف في الشخصية دي، وليه كذا إفيه، طبعا الإفيه المشهور وهو اكيد قوي في حياتي دي اقسم بالله. دي النيلة ربنا قدم الحلقات دي طبعا كوميدية، بس حرفيا قدمت كذا ترندات سلبية كانت مشهورة على التيك توك، زي مثلا المشاهير لما بيروحوا محل مشهور، طبعا مش هقول ايه اسم المحل، مثلا بيروحوا محل مشهور يفضلوا يعملوا شو بالاكل كانهم في اخر ذاتهم ما يعرفوش الناس اللي بتتفرج او كده. طب الترند التالت وهو بقى لما بنشوف كل شويه مثلا اتنين او تلاته متخانقين مع بعض، تلاقي كل واحد طالع يعمل فيديو على التاني يلقح عليه. طب انت ليه بتخلينا نشاركك في مشاكلك؟ انت معاك مشكله مع ده مع نفسكم حقيقي، بنخلينا اللي هو ايه، بنبقى عايزين ندعي ان النت ما يكونش دخل مصر اصلا بسبب الاشكال اللي بنشوفها كل يوم. وحقيقي الاشكال متكرره كتير قوي عن الموضوع ده. السلبيات بقى في الشخصيه ان شفيق نفسه اصلا ما كانش مقتنع باللي هو يبقى مثلا مطرب مهرجانات او كده، كان دايما شايف اللي هو مش متربي، البيئه بتاعته اللي متربي فيها ما تخلوش كده، هو واخوه جه متربين في بيئه محترمه، مثلا تطلعهم رجال اعمال محترمين، تطلعهم ناس محترمه، ما تطلعهمش مغني شعبي او كده. طبعا انا مش بغلط في المغنيين الشعبيين، بس هو قصده على طبقه معينه هو بيتكلم فيها. كان شفيق ما كانش عاوز يشوف اخوه وجيه يكون في الموضوع ده، اللي هو يكون صبي رقاصه وعاوز يتجوز رقاصه ومش عارف ايه، هو ما كانش حابب انه يشوف اخوه في الموضوع ده، وكان عاوز يغيره باي طريقه، فطبعا طلع الصفاره. الشخصيه الثالثه بقى وهي حرفيا الشخصيه الاكتر كوميديا فيهم كلهم من اول شخصيه لحد اخر مسلسل، لما كان متجوز اخت مديره عشان يرقيه في الشغل، وسابت له 3 اولاد عشان يربيهم، وبعد كده هو بقى ابتدى يكتشف الموضوع ده لانه كان سافر بالزمن. ففي بقى لقى راحته في الشخصيه دي جدا، لانه كان بيتمنى ان هو يبقى اب لاولاد، عشان كان نفسه يمارس دور الاب جدا، عشان هو كان بيحب ابوه لما كانوا صغيرين، كان دايما ابوه بيعامله بلطف وبيعامله معامله كويسه، فهو كان نفسه يبقى زي ابوه، يبقى عنده اولاد يعملهم نفس المعامله ويربيهم التربيه الصح. غير اصلا انه لقى من ال3 اولاد حنيه كبيره جدا وبيحبوه حب مش طبيعي، متصورين وحاطين صور معاهم في كل الفيلا، وكاتبين له رسائل وحاطينها على الحيطه في كل الفيلا، حقيقي بيحبوه حب كبير جدا، وهو كان مبسوط بالموضوع ده، وهو كان مقتنع خلاص انه هيسيب الصفاره ومش هينتقل لاي حياه تاني، هو كان مقتنع بدي. قابل شيرين بقى في الشخصيه دي، وكان خلاص بيتفقوا على الفرح، وكان خلاص راجع ينام في سريره، وتاني يوم كان الفرح بتاعه هو وشيرين، لحد اما ارزل واحد في ال3 عيال جه وشال الصفاره من جيبه. الشخصية الرابعة وهي شخصية المهاتما. اتسمت بقى المهاتما ليه؟ لأنه لما دخل السجن، لما عمل خناقة كبيرة في الحفلة من 6 سنين، اتخانق مع علاء ساعتها خناقة كبيرة، اتدخل هو وأخوه وجه السجن. كبير السجن بقى جه يعمل عليه نمرة، لأن هو كان لسه داخل السجن جديد، لكنه أول ما جه يضرب شفيق وقع ومات، فالناس افتكرته هو اللي موته وسموه اللهتم، بس هو قال لهم يغيروا الاسم فسموه المهاتما. شفيق بقى بيعرف ان كل اصحابه اللي كانوا معاه في الشركه عاملين خروجه كده صغيره متجمعين فيها، فيقرر يروح ويقابل شيرين بقى، واعجبت بشخصيته جدا وحبت اللي هو يبقى مسيطر كده وعارف الدنيا كلها،
وكان في اجتماع بقى تاني يوم كان شفيق عامله ولامم فيه كل المعلمين عنده في الفيلا. شيرين اصرت انها تحضر الاجتماع ده، وهو طبعا المفروض ما ينفعش، بس شفيق اصر انه يحضرها وقال له وجيه اخوه انه يحضرها غصب عنهم كلهم. لما الاجتماع بتاع المعلمين بقى حصل في الفيلا، شفيق حب يعمل نفسه مسيطر قدام شيرين، قام طرد المعلمين كلهم وقال لهم انه مش هيخليهم يشتغلوا والارباح بتاعتهم هتبقى 0% و100% من الارباح هتروح ليه. شفيق بقى اصلا كان فاكر نفسه ان هو معلم بجد وكل حاجه، وما يعرفش ان كل المعلمين عاملين له حساب عشان السيره بتاعته في السجن مش اكتر. يعني هو ولا مد ايده على حد قبل كده ولا ضرب حد قبل كده، هم خايفين منه عشان اللي اتحكى لهم من اللي حصل في السجن، غير كده هو ولا عمل نمر على حد ولا اي حاجه. جم بقى في الاخر بعد ما شفيق طردهم وقال لهم انه هيبقى 0% ليهم ارباح، هو هياخد ال100%، راحوا للمعلم ابو الرياله اللي هو كان خالد جواد، هو اللي عامل الشخصيه دي. اتفقوا كلهم على شفيق وراحوا الفيلا عنده وكانوا هيموتوه، لكنه لحق نفسه وصفر. الشخصية السادسة بقى، واللي الصراحة شايفها أكتر شخصية يعني ساذجة أوي أو مش حلوة، كان ساعتها كان طالع إنه سنه كان كبير بس هو بيحاول يصغر من نفسه، اللي هو بقى يعمل قصة وبتاع، مع إنه كان سنه كبير جدا. كان دايما الحلقة فيها كام شخصية من البنات ظهروا حقيقي ملزقين كده، فاهم، تحسسوك إن أنت مستفز وتتفرج عليهم. الصراحة ما عجبتنيش أوي الشخصية دي، بس ادينا هنلخص. شخصية علاء بقى كانت مختلفة عن كل الشخصيات اللي قبل دي واللي بعد دي، لأنه كان دايما بيطلع إن هو يعني بيفضل ضد شفيق، أو اللي بيفضل طبعا الاتنين ما بيحبوش بعض خالص، انما في الشخصيه دي طلع الاتنين صحاب اصلا، وفاهم اللي هو زي الانتيم. امه بقى ما كانتش طايقاه اصلا في الشخصيه دي خالص، كان متجوز شيرين لكن شيرين كان بتكرهه لان هو كان دايما بيبص للبنات بره وكلهم ملزقين فيه، ما كانتش بتطيقه خالص. عملت حوار اللي هي بتحب واحد تاني اسمه حماده ظهر، عملت حوار انها بتحبه وهو بيحبها عشان بس تخلي شفيق يغير عليها، مش اكتر. فعلا غار عليها، بس كان الوقت عدى الصراحه وكان وصلوا للاخر. حتى وجيه اخوه ما كانش بيحبه بسبب ان هي كارما اللي هو كان وجيه بيحبها دايما كانت برضه لازقه في شفيق وما كانتش بتحب وجيه. شفيق بقى اول اصلا لما لقى نفسه في الشخصيه دي كان هيطلع الصفاره ويصفر، لكن في اخر لحظه لقى فجاه رساله جات له على التليفون وبيبص لقى شيرين رضا الممثله هي اللي طبعا احنا اصلا لو بداله هنكسر الصفار نصين وهنفضل قاعدين 24 ساعه قصاد شيرين رضا. لكن بعد العوامل دي كلها خلاص شفيق جاب اخره الصراحه من الشخصيه وقرر انه يصفر ويخلص الشخصيه دي كلها ويخلصنا منها احنا كمان الصراحه عشان ما عجبتناش خالص. الشخصية رقم 6 بقى هي مش شخصية أوي أو مش تحول أوي، لأنه أول ما فاق لقى نفسه قاعد في مصحة نفسية والدكتور بيشرح له إن هو كل اللي فيه ده بسبب الصفارة، إن هي ولا بتنقل الزمن ولا حاجة، هو كل اللي في دماغه ده مجرد وهم بس، يعني هو بيصفر وفي وهم في دماغه بيقنعه انه بقى شخصيه تانية في زمن تاني اصلا. معاه بقى في المصحه واحد برضه كان حكم بس جات له برضه حاله نفسيه بسبب ماتش حصل له ما كانش قادر يصفر، برضه كان فاكر ان شفيق بيدور على نفس الصفاره، كان دايما في بينهم مشاكل في المصحه. جه بقى في اخر الشخصيه دي سرق الصفاره اللي هي بتاعت شفيق اللي بترجع كان هيصفر بقى بالصفاره بتاعت شفيق، لكنه لحقه في اخر لحظه وقعد يتكلم معاه ويقنعه ان كلهم مصدقينه وفي ماتش شغال قدامه، قدر ياخد منه الصفاره وما صدقش ان الدكتور اللي هو قال له ان كل ده وهم، وافتكر اللي هو فعلا هو اللي صح وصفر وانتقل لشخصيه ساحل. في بقى دايما الراجل اللي كان كل ما شفيق يرجع بالزمن لوقت الحفله كان كل شويه بيخبط في الراجل ده كان كل شويه يقول له انا راضي انت راضي، وكان هي دي مشكله شفيق اصلا في المسلسل، اللي هو دايما ما كانش راضي عن حياته اساسا، وكان دايما عاوز يغير حياته وبيبص على الحاجات اللي في ايد غيره. دايما لو كان في مشكلته الحقيقيه لو كان بص في حياته وحاول يحل كل المشاكل اللي قابلته، دي مشكلته الاساسيه، لو كان قدر يبص في حياته ويحل مشاكله ويخليه في حياته بس كان وصل لمرحله تانية، لكنه دايما كان اي حاجه بتقف مشكله في حياته كان اول حاجه بيفكر فيها انه يصفر عشان يخلص من كل الوهم. اتحول بقى للشخصيه رقم 7، كان شخص فقير جدا وكان عايش في بيت متدغدغ هو وامه ووجيه. في الشخصيه دي كان وجيه اتجوز كارما، لكن شفيق ما كانش متجوز شيرين في الشخصيه. حياتهم بقى في الشخصيه دي كانت مليانه بقى ايه، ارنبيط، الغدا ارنبيط، يجوا يحلوا تلاقيه بيعمل جيلي ارنبيط، كل حاجه في حياتهم كان ارنبيط، كلهم كانوا معترضين على الحياه دي، لكن شفيق كان دايما سمع كلام الراجل اللي في الحفله، كل حاجه يقول لك انا راضي انا راضي، لان في فرق بين الرضا والسلبيه اساسا. ففي بقى كانت كل ما تواجهه اي صعوبات في الشخصيه دي كان دايما يقول انا كويس انا سكر كل حاجه، ما كانش دايما مقتنع ان دي سلبيه مش رضا، في فرق بين الرضا فعلا والسلبيه. جه في مره بقى، لكن اكتر مره شفيق خطط فيها هيعمل ايه لما يرجع للثلاث دقايق بتوع الحفله هي كانت الشخصيه دي. قعد فتره كبيره قوي يقرر هو هيعمل ايه بالظبط وحسب الوقت عشان ما يضيعش وقت ملوش لازمه لما يرجع للحفله. الشخصية التامنة بقى كلنا استغربنا اللي شفيق بعد التخطيط اللي عمله في آخر الشخصية السابعة فجأة لما صفر لقى نفسه اتحول للشخصية على طول من غير ما يرجع لميعاد الحفل. رجع بقى لقى الشخصية اللي هو فيها كل حاجة حرفيا متعدلة فيها، لقى نفسه غني
ولقى امه راضيه عنه وبتدعي له، لقى شيرين بتحبه، لقى اخوه بيحبه وبيساعده في كل حاجه. انه كان دايما في الشخصيه دي عمال يقول لك فين الخازوق فين الخازوق، ما كانش مقتنع ان هو هيوصل لشخصيه فيها كل المتطلبات اللي هو عاوزها. عيلته بيحبها وبتحبه، وكمان مراته شيرين اللي هو كان بيحبها طول القصص اللي فاتت دي بتحبه، وكمان متجوزها وعايشين حياتهم مبسوطين على الاخر. كان دايما بيدور على مشكله لكنه ما كانش يلاقي. اخر ما خلاص اقتنع بالحياه دي ادى الصفاره لعم محمد الجناني وقال خلاص انا هي دي الحياه اللي انا راضي بيها وافضل مكمل فيها للاخر. شفيق بقى وهو بيتمشى في الفيلا لقى وجيه اخوه كان قاعد مع دكتور وسمع انه عنده مرض نادر هيموته في خلال يومين. فجاه اتجنن وقعد يدور على عم محمد اللي اداله الصفاره ويلف عليه القاهره يلف عليه حرفيا مصر كلها، يروح المحافظات. اللي يقول له مين ما يعرفش محمد، ده الوحيد اللي وقف في وش العتريس حرفيا. اللقطه كل شويه اما يسال يقول له مين فينا ما يعرفش عم محمد، وهم اصلا مش قصدهم على عم محمد. اتاري عم محمد ده بالنسبه لهم تقريبا كان اسطوره ولا ايه، هم ما يعرفوش. اتاري عم محمد اصلا ما سابش الجنينه بتاعت الفيلا بتاعت شفيق، هو قال له لسه هيسافر بكره. يعني هو كل ده كان بيلف على الفاضي اصلا. في وسط الرحله بقى وما بيبحثوا عن عم محمد، شفيق اكتشف ان وجيه كان متبرع له بكليته عشان يساعده انه يعيش وما يموتش. شفيق بقى اكتشف ان كل الشخصيات اللي هو كان بيتحول لها لقى نفسه اناني جدا، كان دايما مش بيفكر في حياه اللي حواليه. دايما ما كانش واخد باله ان وجيه كان واقف جنبه في كل الشخصيات. اي شخصيه شفيق اتحول لها كان دايما وجيه واقف جنبه وبيساعده وبيحبه، عمره كان كرهه في ولا شخصيه منهم. اكتشف انه اناني، كان دايما كل ما حياته مش عاجباه يحولها وملوش دعوه بحياه الناس اللي حواليه هي عاجباهم ولا مش عاجباهم. لكن شفيق بقى بيقرر بعد ما لقى الصفاره انه يصفر تاني ويرجع بقى في الحفله، لكنه قرر المره دي غير كل مره. قرر انه لما يرجع يسمع لاخوه وجيه اللي كان دايما عاوز يقول له حاجه في الحفله وهو ما كانش بيسمع له. وجيه بقى كان عاوز يقول له انه كان دايما بيحبه وهيفضل فخور بيه دايما. نصحه بقى شفيق انه قال له ان هو يخليه مركز في حياته ويحاول ينجح لنفسه، ما يفضلش طول حياته مركز معاه هو دايما. وقال له اول ما تقابل اي حد عقبه في طريقك دوس عليه حتى لو كنت انا. الشخصيه التاسعه بقى لما شفيق ادى كميه نصايح لوجيه في الحفله، رجع مره واحده بس لقى نفسه انه لسه خارج من السجن، وان اخوه وجيه بقى مليونير بقى وعنده فيلا وبتاع. راح بقى لاخوه وجيه الفيلا وشاف بقى ان شيرين وعلاء كانوا شغالين عنده مساعدين. ما كانش يعرف طبعا ان وجيه كان شغال تاجر اثار في الموضوع ده، ولكن قايل له اللي هو كان شغال في ملابس الرضع من 3 شهور ل 12 شهر. طبعا طول ما احنا شايفين وجيه في الشخصيه دي كان دايما بيحترم اخوه الكبير، لكن كان دايما شفيه في الشخصيه دي عامل دور الكبير، لان هو كان فعلا الاخ الكبير بس كان قايم بدور الكبير سنا. كان دايما بقى يلف على البيت يحل الكلمات المتقاطعه ويخش الوجيه يشوفه يساعده فيها، كل الحاجات بتاعت الناس الكبار دي اللي كلنا عارفينها. لكن في من ضمن اكبر عمليه للعمليات بتاعت وجيه في تجاره الاثار، البودي جارد اللي كان سايبه مع شفيق اخوه كان قاعد معاه في العربيه وقال له ان وجيه هو اصلا اللي حبسه وهو شغال تاجر اثار. لكن شفيق بقى لكن شفيق بيخش بقى وبيحصل كده زي مشاده بينه وبين وجيه، اللي هو قال له ان هو يساعد نفسه وينجح لكن ما يوصلش بيه المرحله دي. قال له انه يدوس على اي حد يقف قصاده بس برضه مش للمرحله دي. بيكتشف بقى شفيق ان تجاره الاثار اللي وجيه بيعملها انه خد الصفاره الاصليه منه وعمل 1000 نسخه على الصفاره وهيبيعها على اساس اللي هي الاصليه اصلا. في بقى بياخد الصفارات كلها وبيفضل يجرب فيهم واحده واحده عشان ينهي الحياه دي ويخلص منها لحد ما بيرجع لمكان الحفله. لكن المره دي بقى بتكون مختلفه عن اي مره، لانه مش عاوز يبقى اي شخصيه تانية، هو عاوز يرجع لحياته الاساسيه. المره دي بقى في الحفله دي ما لقيناش الراجل اللي هو كان بيخبط فيه كل شويه، الراجل كان مختفي من الحفله تماما ما خبطش فيه ولا اي حاجه. شفيق بقى قرر نفس اللي حصل له في اول مره خالص في الحفله، اللي هو كل الحاجات الوحشه اللي ما كانتش عاجباه في حياته، اللي هو ما خدش الوظيفه اللي كانت في دبي، ما عملش ابلكيشن سواح البرزنتيشن بتاعه بسبب اللي علاء كان حبسه في الحمام، ما قدرش يتقدم لشيرين، عمل كل ده حرفيا. هكرره تاني في الحفله دي عشان هو عاوز يرجع لحياته اللي كان هيبقى عليها مش اللي بيعملها بالصفاره. المهم انه عمل ايه، بعت وجيه اخوه يروح يجيب له الضوء من العربيه، وكان قاصد يخش الحمام وقال قدام علاء انه هيخش الحمام عشان عاوز علاء يعمل اللي في دماغه ويجي يحبسه. وفعلا دخل الحمام وعلاء جه حبسه، لكن حصل مكالمه بينه وبين امه. حقيقي المكالمه دي احمد امين قدر يحسسك من اللي هو شخص مثلا بيموتك ضحك وبيخليك ضحك على الاخر، يوصلك للمرحله اللي انت حزين وحرفيا ممكن انك تدمع في مشهد زي ده. قاعد بيكلم امه ودايما كانت بتدعي له وراضيه عنه وقالت له انها عمرها ما كرهته في حياته. مكالمه الصراحه كانت رايقه قوي واداء تمثيلي جامد قوي من احمد امين بصراحه. طبعا ما اتصدمناش قوي من الاداء بتاع احمد امين، لان احنا كنا شفنا قبل كده مسلسل ما وراء الطبيعه كان اداء فيه جبار، وعمرنا ما شفنا اداء لاحمد امين زي ما وراء الطبيعه بصراحه.
فعشان كده الاداء كان عالي قوي. بس طبعا احنا متعودين على احمد امين في الموضوع ده. بعد بقى ما خرج من الحمام، لما اخوه جه فتح له الباب زي برضه ما حصل في الحلقه في الحفله الاولى، خرج ولقى فعلا علاء هو اللي قدم البرزنتيشن، ولقى علاء هو اللي خد الوظيفه بتاعت دبي، وما قدرش يتقدم لشيرين، وكل الحاجات اللي ما كانتش عاجباه، وكان عايز يستخدم الصفاره للاسباب دي في اول حلقه في المسلسل خالص. شفيق بقى بيرجع لشخصيته الاساسيه اللي هو ظهرت في الحلقه الاولى خالص مع الشيخ لبلوب قبل ما يستخدم الصفاره اصلا، لما كان اقرع خالص من هنا من شعره. رجع بقى للشخصيه اللي هو المفروض كان هيبقى عليها اصلا من الحلقه الاولى، لكنه كان مبسوط لان هو فعلا رجع لحياته الاساسيه اللي ربنا كاتبها له، مش اللي هو دايما بيغيرها. لكنه بقى راح للشيخ لبلوب وسلم له الصفاره تاني عشان خلاص قرر انه مش هيستخدمها، وانه راضي بالحياه اللي ربنا قاسمها له وكاتبها له، وهيفضل مكمل خلاص فيها. اداله الصفاره وقال له انه خلاص الصفاره دي كانت جحيم عليه في حياته، وريته حاجات كتير قوي هو ما كانش هيقدر يشوفها من غيرها، لكن هو خلاص ما بقاش محتاجها، وهو راضي باللي ربنا كتبه له. لكن الرساله بقى اللي هو عاوز يوصلها هنا في المسلسل اللي حقيقي لازم تكون راضي بحياتك، دايما ما تبصش في حياه غيرك. طالما ربنا كاتب لك الخير في حياتك مش لازم يجي لك دلوقتي، ممكن يجي لغيرك في الوقت ده، لكن انت ربنا كاتب لك الخير قدام، استنى والصبر حلو برضه.